انا جايه اثير الجدل النهارده واقول لكم ان انتوا طول عمركم كنتوا بتعملوا الكشك غلط. ايوه زي ما سمعتوا كده، كنتوا بتعملوا الكشك غلط. النهارده هعلمك ازاي تعملي احلى شويه كشك هتاكليهم في حياتك بدون اضافه زبادي او دقيق او نشا او اي افتكاسات من دي خالص. وهيطلع معاكي احلى شويه كشك كلتيهم في حياتك. تاكليهم بقى جنب مخلل بتنجان، جنب طماطم، اي حاجه، وهيطلع طعمه تحفه جدا. يلا بينا نصلي على الرسول ونروح نشوف وصفتنا. انا هنا معايا لتر من الشوربه، ودي شوربة لازم تكون دسمة، يعني شوربة طيور تكون موجودة عندك، تكون دسمة عشان دي اللي بتحلي الكشك بتاعنا. أول لما تغلي بقى الشوربة بتاعتنا هننزل بكوباية إلا ربع من الرز المصري. نسيبه بقى يستوي تلات أرباع سوا، يعني أنا مش عايزاه يتهري عشان يكمل معايا بقية الوصفة. في اللحظة دي هنروح بقى نكمل وصفتنا في طاسة على النار، ونحط معلقتين تلاتة كبار كده من الزيت. أول لما يسخنوا ننزل ببصلاية كبيرة متقطعة جوليان، ونبتدي كده نحمر فيهم. عايزاه ياخد اللون الجولد الجميل ده، ما تكتريش عليه علشان ما يغمقش ويمرر منك. دلوقتي بقى هنطلعه على طبق بعد ما نصفيه كده، ونبتدي نفرده على الطبق علشان خاطر ينشف ويطلع معاكي مقرمش وجميل جدا. في نفس الطاسة هننزل ببصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، وهنقلبهم كده تقلبتين لحد لما ياخد برضو اللون الجلد القمر ده، ونركنهم على جنب. نرجع بقى للرز بتاعنا. هنا الرز بتاعي اتسلق زي ما انتم شايفين كده تلات ارباع سوا، يعني مش مهري. نضيف بقى نص لتر من اللبن او الحليب ونقلبهم يغلوا. ننزل بالبصلاية اللي احنا حمرناها، ونضيف معلقة صغيرة من السبع بهارات، ربع معلقة من الفلفل الأسمر، مكعب مرق، وملح. وهي دي التوابل بتاعتنا. هنقلبه بقى كده كويس ونسيبه يكمل بقية سوا على النار. شايفين القوام يا جماعة؟ تحفة جدا، من غير بقى ما نضيف لا زبادي ولا دقيق ولا أي حاجة من دي خالص. ده كشك يا جماعة موفر وسريع وسهل، والنتيجة بتاعته بجد عظمة على عظمة. أحلى شوية كشك هتعمليهم، وكل اللي هياكلهم هيسألك على الطريقة بتاعتهم. هنا بقى نزوق الأطباق بتاعتنا بالبصل ده، ويبقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. وأقول لكم أشوفكم في فيديو جديد.